السلام عليكم. فيديو نقاط أفكار وأعمال يدوية. هو عمل فانوس. كل اللي نحتاجه علبة مياه شرب غازية مثل ما تشوفون، سبراي صبغ، سبراي، مناكير لون أسود طبعا بديل عن السبراي الصبغ، شموع، مقص، كتر أو سكين، طبعا أنا صابغة وحدة بالمناكير، ما استخدمت السبراي الرش صراحة لأنه ريحته قوية وما استحملتها، خنقتني الريحة فما استحملت. استخدمت المناكير الأسود، صبغتها حتى لا يطول عليكم الفيديو. الآن راح أقصها باستخدام المشرط بشكل طولي، طبعا راح أقرب الكاميرا بهالشكل هذا. مثل ما تلاحظون طبعا مو للنهاية، لازم أبقي مسافة من الأعلى ومن الأسفل. طبعا أعملها بهالشكل، بهالشكل أصبحت. الآن راح أقص الجزء الأعلى، طبعا أعتذر إذا تسمعون أصوات، صوت جيراننا أيضا يبنون، وتعرفون مثل ما تكلمت بالفيديوهات السابقة صوت الآلات والمكائن. بس للزوار الجدد أعملها بهالطريقة، بهالشكل هذا حتى يعطيني شكل الفانوس. أطوي بهالشكل، طبعا أنا أتأكد إنه طويت من جميع الاتجاهات. أصبحت بهالشكل هذا. الآن راح أقص من العلبة مياه الشرب الغازية، أقص قطعة على شكل حلقة دائرية مثل ما تلاحظون بهالشكل. الآن راح أعدل الأطراف. طبعا أعتذر إذا تأخرت عنكم بالفيديوهات رمضان، كان المفروض أنزلها قبل رمضان بس لظروف صحية تأخرت. بهالشكل أصبحت. الآن أيضا راح أصبغها بالمناكير الشفاف، بالمناكير الأسود عفوا، بهالشكل هذا. طبعا أتأكد إنه من الجوانب أيضا، طبعا عاملة واحد حتى لا يطول الفيديو. راح أستخدم الكابسة أو الدباسة البعض يسميها، أفضل من السيليكون. مسدس السيليكون ما ينفع بهاي المرحلة، احتمال يسقط. مثل ما تلاحظون الكابسة أو الدباسة الجانب الآخر أيضا. الآن هذا شكله النهائي. راح أضع الشموع أو الشمعة بهالشكل، بهالشكل هذا. إن شاء الله يكون عجبكم. طبعا راح أضع روابط الفيديوهات اللي عملتها زينة رمضان بصندوق الوصف، ورابط الفيسبوك وتويتر وانستغرام أيضا بصندوق الوصف. وهذا شكلها النهائي. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. أتمنى دعم القناة بالاشتراك واللايك والشير. مع السلامة.